تم اعتقالي وقتلي لأنني كنت أرتدي الحجاب بشكل غير لائق، وتعرضت لضرب شديد. تلقيت ضربات عنيفة على رأسي. تسبب هذا الحدث في اندلاع موجة كبيرة من التظاهرات في كل أنحاء إيران. أنا مهسا أميني، شابة إيرانية عمرها 22 عاماً، وكان يوم 16 من سبتمبر عام 2022 هو اليوم الذي انتشرت فيه قصتي في جميع أنحاء العالم. 3 أيام قبل وفاتي ذهبت في رحلة إلى طهران لزيارة عائلتي. تم اعتقالي من قبل الشرطة الخاصة بالأخلاق بسبب ارتداء الحجاب بشكل غير لائق، ثم تعرضت للضرب بشكل شديد ونقلت إلى مستشفى كسرى. بقيت في الغيبوبة لمدة يومين قبل أن أتوفى في 16 من سبتمبر. بعد وفاتي تم تنظيم تظاهرات لعدة أيام وتنسيقها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت العديد من النساء بإزالة حجابهن احتجاجاً. فقدت الاحتجاجات قوتها بعد عدة أشهر، مواجهة لقمع متواصل، حيث قتلت قوات الأمن 551 متظاهراً، بما في ذلك 68 طفلاً و49 امرأة.